اهلا وسهلا يا استاذ ياسين، منور الدنيا. منوره باهلها يا فندم. معلش بقى لو عم سيد تعبك معاه شويه، اصله بيحب شغله قوي. لا بالعكس، ده شكله جميل جدا ومش بعيد يعني يشجعني اكتب يوميات سيد وياسين. ماشي يا عم. مساء الخير. مساء مساء النور. النور. دي بقى يا سيدي الانسه امان، اعتبرها زي بالظبط اختك الصغيره يعني. ها اهلا اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ياسين، تشرب ايه؟ لا لا ولا حاجه يا فندم، ربنا يخليكي. لا ولا حاجه، ازاي بقى مش هنبتديها باحراج؟ ها طالما كاتب وبالمستوى اللي انت قلت لي عليه ده يا رامي، يبقى اكيد ليه في القهوه المظبوطه. ماشي يا فندم، تسلم ايديكي مقدما. الله يسلمك، عن اذنكم. اتفضلي. كده بقى مش فاضل حد تتعرف عليه هنا غير عمتي نوال، وهي جايه حالا. طبعا انت عارف المطلوب. طبعا يا فندم طبعا، ان شاء الله خير. سلسلة ممنوع الاقتراب أو التصوير. قصة جريمة ذكريات، مستوحاة من التمثيلية الإذاعية ذكريات عاطفية جدا. كتابة وإخراج أمنية عماد. مساء الخير. مساء مساء النور. النور. اهي جات لك الفنانه الكبيره اللي عارفه فعلا يعني ايه فن. ميرسي يا حبيبي. اهلا بحضرتك. الأستاذ ياسين يحيى يا عمتي، كاتب ممتاز وموهوب جدا، ورغم كل ده للأسف مش واخد حقه. طبعا أكيد، احنا ما بعتنالوش غير لما عرفنا عنه كل حاجة. ودعوتكم دي شرف كبير ليا يا فنانه. أشكرك. ندخل في الموضوع بقى. اتفضلي يا فندم. بما ان رامي معرفك اللي انا محتاجاه بالظبط، محتاجه اكد عليك كذا حاجه. وانا تحت امرك. اولا ان شاء الله هنبدا من الاسبوع الجاي باذن الله. وثانيا هيبقى ليك مواعيد ثابته كل يوم هنحددها مع بعض لحد ما تخلص المهمه بتاعتك. طول الفتره دي افضل انك ما تشغلش نفسك باي شغل تاني. وما تقلقش، عمتي عاملة حساب النقطة دي جدا من الناحية المادية. تمام. تالت واهم حاجه، انت لا هتجيب ورقه ولا قلم ولا حتى لابتوب معاك. انا هخلي لك لابتوب مخصوص تشتغل عليه هنا، مش هتخرج بيه بره الفيلا دي. اللي تشوفيه حضرتك. بس لو حبيت اعدل في حاجه مثلا يعني اعمل ايه؟ احنا هنقسم عدد ساعات الشغل على جزئين، جزء لشغلنا سوا وجزء تنجز فيه شغلك. كده يبقى اتفقنا. وعلشان تضمن حقك هنعمل اللابتوب ده باسورد لحد ما تخلص الحاجة وتسلمها لي. مفهوم. طبعا في البداية الموضوع هيتم في سرية تامة، وده لمصلحتنا احنا الاتنين، ومسيرك هتفهم الكلام ده بعدين. تمام، اللي تشوفيه حضرتك. ايه يا عمته، مش كفاية تعليمات للراجل ولا ايه؟ لا خالص، بالعكس، لازم كل حاجه تبقى واضحه من الاول. طيب عظيم يا أستاذ ياسين، دي نسخة من العقد، اقراها كويس من فضلك. حاضر يا فندم. بقى اكلمك مره واتنين وتلاته وتكنسل عليا؟ معلش بقى، ما كانش ينفع ارد عليكي وانا معاها. هي مين؟ مراتك التانية صح؟ هو فين الاولانيه عشان تبقى في التانيه؟ يعني هي موجودة بس المشكلة في الترتيب. يا حبيبتي انت حتى لسه ما بقيتيش في حكم خطيبتي، هيبقى في واحده تانيه غيرك ازاي بس؟ بجد يا ياسين؟ طبعا بجد يا روح ياسين. طب يلا بقى اتفضل صالحني واحكي لي كل حاجة بالتفصيل. حاضر يا ستي. اولا اتفضلي هديه الصلح. الله، تحفة يا ياسين. وثانيا بقى انا هستلم شغل جديد لفتره كده، مواعيد ثابته بعدد ساعات معين. شغل كتابة برضو؟ طبعا، هو انا بشتغل حاجه غير كده؟ وبرضو هتكتب وتراجع وتصحح وتعدل وفي الآخر ما يتحطش اسمك عليه، مش كده؟ للاسف موهبتي وشطارتي بقى مجرد اكل عيش. أنا آسفة بجد، ما كانش قصدي إني أضايقك. حلو قوي انك ما تستغناش عن موهبتك وبرضه تخليها مصدر دخل ليك. برافو عليك بجد. ياسين، ياسين، انت مش بترد عليا ليه؟ انا بقولك اني اسفه.
لا لا، ولا يهمك. خلاص بقى. طب ما تكتب لي انا كمان كتاب حياتي، يمكن يطلع بيست سيلر. مفيش مانع يا ستي، بس خدي دورك لو سمحتي. طب لحد بقى ما يجي دوري احكي لي هتكتب ايه، ومين اللي هتشتغل معاها دي، واسمها ايه، وعندها كام سنة، ومتجوزة ولا لا، وساكنة فين؟ حيلك حيلك احكي لك كل حاجه. تمام يا فندم. عمتي الفنانة، عايزة حاجة؟ أنا خارج شوية. قول لي يا رامي. أقول لك يا رامي إزاي يعني؟ ولد، انا ما بهزرش دلوقتي. انت عدلت العقد بعد ما وريتهولي وحطيت فيه شرط جزائي، صح؟ بصراحة انا اللي غلطانه من الاول عشان قلت لك تتصرف انت في كل حاجه بدالي. عملت كده ليه؟ أنت المترددة وممكن تلغي كل حاجة فجأة. انا دلوقتي فهمت. فهمتي إيه؟ فهمت ليه فضلت مخبي العقد لحد ما ياسين يجي. وفهمتي إيه كمان؟ انت عارف اني ما حلتيش حاجه غير الفيلا دي والفوائد اللي بتطلع لي من القرشين اللي في البنك. فحطيت شرط جزائي عالي عشان ما تقدريش تدفعيه، مش كده؟ ده مفيش غير كده. لا، في يا عمتي. قول يا حبيب عمتك، في ايه تاني؟ الراجل اللي خليتيه يسيب أي شغل وراه ده، لو قلتي له شكرا مش هكمل. لازم ياخد تعويض يكفيه لحد ما يلاقي شغل تاني. انا نفسي افهم انت ليه مهتم بالموضوع ده قوي كده. صدقني يا عمتي، لولا ان انا واثق قد ايه الموضوع ده هيفرق معاكي وانه هيوديكي في حتة تانية خالص، انا ما كنتش عملت كل ده اصلا. بعدين احنا ما بعتناش لياسين غير لما فكرنا فيه كويس واحنا الاتنين وافقنا عليه، مش كده؟ ماشي يا رامي. أستاذ رامي، مين اللي كان عايش مع عمتك؟ انا واماني وعم سيد. مين أماني؟ دي بنت غلبانة من البلد، لما امها ماتت عمتي خدتها تعيش معاها. يعني كان أوقات بتسيبوها لوحدها في البيت؟ ايوه. طب وسيد البواب؟ كانوا ساعات بيبعتوه يشتري حاجات برضه. يعني الوقت اللي كان ممكن أماني تخرج فيه كان ممكن عمتك تبعت سيد البواب يشتري لها حاجة؟ ايوه بالظبط. هل في حد من مصلحته يقتل عمتك؟ ايوه يا فندم. مين؟ قبل ما تموت بشهر تقريبا. لما أنت بقالك سنين ما بتتواصلش معاها ولا تعرف عنها حاجة خالص، جبت عنوانها منين؟ من واحدة من معارفها. رحت لها ليه؟ عرفت انها قررت تكتب ذكرياتها العاطفية، فهتجيب سيرتي بكلام يسوق سمعتي. وعرفت الكلام ده منين؟ من اعلان نشرته. هو طبعا راجل أعمال كبير زيك حقه يخاف على سمعته. اكيد طبعا. ما فكرتش تكلمها في التليفون ليه بدل ما تروح لها؟ اولا لان المواضيع اللي زي دي ما تحتملش كلام في التليفون. وثانيا لو كانت عرفت ان انا اللي بكلمها كان ممكن ما ترضاش ترد عليا وتفضل تتهرب مني. احكي لي اللي حصل بالظبط. نعم، عايز ايه؟ انت عارفه انا عايز ايه. لا ما اعرفش، ويا ريت تختصر عشان ما عنديش وقت. طبعا، وهو اللي مقضي وقته في كتابة كلام يفضح الناس ويسوق سمعتهم هيجيب وقت منين؟ وهو في الدنيا كلها مفيش غير فريد واحد بس اللي هو انت؟ لا طبعا، بس لما تكتبي جنب اسمي رجل الأعمال أكيد هتعرف. خلاص هبقى اكتب رجل عمل واحد. يظهر انك اتجننتي وما بقيتيش عارفة انت بتعملي ايه. اسمعي. نعم يا رجل الأعمال. تاخدي كام وما تنشريش السفه اللي بتكتبيه ده. اخس عليك، انت للدرجة دي شايفني مادية؟ تاخدي كام اخلصي. وفر فلوسك، مش عايزاها. ماشي، بكرة هتعرفي نتيجة اللي بتعمليه ده. طب اتفضل بقى، عايزة الحق انام شوية عشان بكرة قرب يجي. ماشي يا نوال. الفنانة نوال. ماشي يا فنانة نوال. مع السلامة يا عينيا. يعني هددتها؟ لا لا لا، انا ما كانش قصدي اهددها. امال كان قصدك ايه؟ هي استفزتني ببرودها معايا في الكلام، فكان لازم ابين لها ان انا قوي واحاول اخوفها من رد فعلي لو نشرت الكلام ده. بس انت عندك دافع قوي للقتل يا استاذ فريد. بس يا فندم ما كانش نيتي اقتلها. احنا هنا مش بناخد بالنية.
قلت لك انت عندك دافع قوي للقتل، وده لوحده كافي جدا يخلينا ندور وراك ونشك فيك. بس انا ما قتلتهاش، اقسم بالله ما قتلتها، ولا عمري فكرت اعمل كده. مش دي الفنانه اللي كنت شغال معاها؟ ايوه هي، بس من امتى يعني وانت بتتابع الاخبار؟ الخبر بقى ترند. مش بقولك انت ما بقتش هنا خالص؟ عشان يعني ما شفتش الترند بقيتش هنا خالص؟ لا، عشان انت مخبي عليا حاجات كتير قوي وما بقتش على طبيعتك. خلاص يا ستي، انت قررتي نسيب بعض وخلاص سيبنا بعض، عايزه ايه تاني بقى؟ لازم اعرف اللي انت مخبيه عشان اتاكد ان قراري كان صح وضميري ما يأنبنيش. استاذ ياسين، مبدئيا كده لازم تعرف انك بالنسبه لنا شاهد في القضيه، وانك بعيد تماما عن اي موضع شك. وانا تحت امرك يا فندم. جميل، اتفضل. ده العقد اللي مضيته مع المجني عليها الله يرحمها. مش مستغرب من الشرط الجزائي الكبير اللي انت ماضي عليه ده؟ الحقيقه لا. طب فهمني وجهه نظرك. ممكن تكون بدات تجربه كتابه ذكرياتها العاطفيه مع كذا كاتب قبلي وما التزموش معاها، فقررت يبقى في مبدا للتعامل مثلا. كلام منطقي. طب قول لي، تفتكر مين من مصلحته يقتل المجني عليها؟ يا فندم انا ما اقدرش اقول على حد معين، بس لما فكرت لقيت ان اكتر من حد من مصلحته يتخلص منها هو اي حد من اللي كتبت اسمائهم في مذكراتها. وده فعلا اللي احنا شغالين عليه. طب واللي عايشين معاها في البيت؟ بصراحه كانت في بعض الحاجات كده كانت غريبه جدا بالنسبه لي. زي ايه؟ يعني اصرار استاذ رامي ان المجني عليها تكتب مذكراتها، وكمان رغبته في ان المذكرات دي تخلص في اسرع وقت ممكن. ده كان غريب جدا بالنسبه لي. طب وبالنسبه لمدام نوال، كان رد فعلها ايه على الكلام ده؟ انا كنت حاسسها متردده شويه او قلقانه بس. جميل، وبعدين؟ واللي فهمته من كلامها معايا ان استاذ رامي هو صاحب فكره انها تكتب ذكرياتها العاطفيه دي، وكان بيلح عليها تعمل كده. ما تعرفش ليه كان بيلح عليها؟ يعني من ناحيه هي كانت فنانه ومعروفه للناس فتبقى متلهفه تعرف ذكرياتها العاطفيه بالذات، ومن ناحيه تانية ان ذكرياتها دي اكيد هتبقى فيها دروس حياتيه مهمه كتيره للقراء. مفهوم. طيب معلش بقى يا استاذ ياسين، انا مضطر اتعبك معاه شويه. هستأذنك بقى تحكي لي عن اللي حصل بالظبط من اول يوم ومن اول لحظه اشتغلتوا فيها مع بعض. تمام يا فندم. سلسلة ممنوع الاقتراب أو التصوير، قصة جريمة ذكريات مستوحاة من التمثيلية الإذاعية ذكريات عاطفية جدا لإسماعيل عبد التواب، كتابة وإخراج أمنية عماد، تسجيل صوت ومونتاج جورو. قام بالتمثيل حسب ترتيب سماع الأصوات ديفيد زكريا في دور رامي، محمد رأفت في دور ياسين، ليلى بركة في دور أماني، مشاعل يوسف في دور نوال، ريهام علي في دور سارة، علي بدر في دور المحقق، كريم عباس في دور فريد.